هاي يا حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب. خلاص بقى خلصنا كده تنظيفات وظبطنا الحاجات بتاعت رمضان ان شاء الله واستقبال رمضان. جه بقى الوقت اللي انا قلت اعمل ديكور البيت. كل سنة وانتم طيبين، يعني النهاردة الخميس والفيديو هينزل لكم ان شاء الله النهاردة، فخلاص رمضان يوم الاثنين، فما عادش وقت خلاص على رمضان. فقلت بقى ابدا ازين البيت واشوف الديكورات كده اللي انا اشتريتها والحاجات اللي كانت عندي طلعتها، وبدات اظبط كده بحيث ان يكون الشكل السنه دي مختلف. فتعالوا بقى النهارده هنزوق البيت وافرجكم كده الزواق. يا رب يكون شهر كله خير علينا ويعجبكم الفيديو. ولو اول مره بتشوفوا القناه متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسيبوا لي رايكم كده في الكومنتات في الديكور. هبدا بقى اعمل كده ترابيزه الصالون. فهنا انا كنت جبت رانر، بصوا شكله تحفه. طبعا دي نهايته، بس هو الترابيزه صغيره عندي ف مش هيبان قوي، او بصوا هحاول اعمل فكره كده ان هو يظبط معايا. هاجي بصوا في الرانر كده وهعمل كسره كده وكسره كمان عشان يكون قد الترابيزه بتاعتي. بصوا كده بقى قدها، وبقى فيه كسرتين شكلهم حلو. طبعا هو عشان يعني شغله كتير في بعضه فممكن تكون مش واضحه، بس هيبقى قاعد هيبقى شايفه مظبوط بقى. والسنه دي بصراحه انا استغليت اخواتي، بصوا احلى استغلال. قلت مش عايزه فوانيس وجبت حاجات تانية شكلها كيوت قوي. ده طقم كده شمعدان، بيجي قطعتين كده. اوكي، بصوا شكله حلو قوي. وانا كان عندي شمع، هطفيلكوا النور لما اخلص الترابيزه واوريكم شكلها. وعندي الهلال ده طبعا ظهر كذا سنه معايا، بس للاسف جيت اشغله لقيته باظ، فلفيت عليه اللي هو الفرع ده. بصوا الحمد لله حل المشكله والدنيا بقت تمام. هحط برضو هنا كده بصورة. ممكن اطولها والزقها تحت بقى في مكان الحجاره اللي باظت. وكمان جبت المأذنه دي برضو بتنور. وتعالوا نحط برضو السبحة اللي احنا عملناها دي، بحيث يعني ايه تكسر شوية بقى الجولد لا عايزة تتظبط شوية. ده بقى كده شكل الترابيزة. مش عايزة احط حاجات اكتر بصراحة، مكتفية بالحاجات الجولد. وحطيت تحت بس 2 كوشنز كده عليهم شكل رمضان. تعالوا بقى نعمل كده ديكورات السفرة واوريكم شكلها. جيت بقى على ترابيزة السفرة برضو جايبة رانر بيج وجولد. كنت عايزة اجيب شبه بتاع الصالون، بس للأسف ما لقيتش بقى تاني، فهكتفي بده. وطبعا انا وريتكم في المشتريات طقم الفوانيس اللي انا اشتريته، وهبدأ احطهم كده. بصوا انا شلت الكاندلز اللي كانت جواها وحطيت دول، شكلهم حلو قوي واضاءتهم كمان جميله وجولد برضو، فمع الفوانيس شكلهم حلو قوي. استنوا انوركم. وطبعا فيها الشمعة بتتحرك، فحتى واحنا بناكل لو شغالين مفيش اي خطر ان هما يقعوا او حاجه. وهحط كمان بس على السفره دي نابكن هولدر اللي انا كنت عاملاها قبل كده لو تفتكروا، طبعا في فيديوهات هاند ميد. هحطها بس بجنب. وهحط برضو نفس الفانوس كده، بس دي بتاعت الخل. وهحط بس سبحة ويبقى كده خلصت السفرة. عايزاها تبقى رقيقة كده وهادية.
ده رانر كنت انا عاملاه وبرده كان نازل على القناه في بلاي ليست، هتلاقوا كده كل اشغالها هاند ميد رمضان. وهحاول احطها لكم في اول كومنت برضو عشان توصلوا لكل الافكار. بس ده سهل جدا، ده حته من الخيش وهوريكم كده. قصيت بس كده مثلث، ولو عندكم اي رانر ممكن تحطوه وترسموا وتقصوا نفس القص. والشرايط دي بتتباع بمسدس شمع، يعني بصوا بمنتهى السهوله، خيش طري والشرايط دي بتتباع بمسدس الشمع مش مخيطه. بصوا حتى يعني اهو، وبقاله سنين عندي حلو جدا. وبعدين فرغت كور منه وحطيتها كده عليه عشان تدي فايبس الوان. فانا حطيته على البوفيه عندي، وكان عندي فرع ده اضاءات كده فوانيس ونجوم، حطيته من ورا عشان بس يدي اضاءه. تعالوا بقى اوريكم تحفه من التحف اشتريتها السنه دي ومصورتهاش برضو مشتريات. دي شايله حلويات، بصوا اصلا جمالها، ومن فوق كده فيها شكل الهلال والنجمه والشرابيه دي. انا كل اللي عملته فيها بصراحه ان انا زودت لها فرع نور. اوكي، هي شايله حلويات، بس انا دلوقتي هستخدمها في الديكور، ولما يكون عندي مثلا عزومه او محتاجه ان انا استخدمها الحلويات هشيل الديكورات اللي عليها. تعالوا بقى نبدا كده نحط ديكورات البوفيه مع بعض. اعتقد اللي متابع القناه بقاله فتره كتير يعرف ان انا يعني الفوانيس دي بصوا احلى ديكورات بحب احطها كده في رمضان. فانا كان عندي الطقم ده 2 صغيرين قاعدين، فاحطهم كده، يعني مش عارف ممكن احط بقى فانوس زي ده في النص عشان يدي بس فايبس تانية كده يعني اطوال برضو. وتحت برضو عايزه احط فانوس، بصوا في نفس الشرابيه بتاعت فهحطها كده. وهحط برضو بوجي وطمطم. هنا حطيت صينيه هي اصلا جولد، وبص برضو من ورا هلال وفوانيس وكده. حطيت بقى ده البخور والفحم بتاعي، وحطيت برضو الماسك بتاع البخور فكده وحطيت هنا الولاعه. وانا قلت لكم انا مشيت كل الحاجات كده جولد فشكلها حلو قوي. هحط كمان ده جنبهم فانوس كده، ده برضو كان فانوس معايا من السنه اللي فاتت. هفتحه بس احط فيه شمع عشان يدي اضاءه. وهحط بقى اشكال فنانيس دي، ممكن نحط فيها تمر او نحط فيها حاجات ساعة لما يكون عندنا ضيوف يعني. وكمان عندي طبقين شبه بعض فهحطهم كده في الجنب. هحط برضو طبق كده فنانيس زي الشكل اللي هناك. بصوا يعني تقريبا اي حاجة عندي منها 2 انا حاولت ان انا اكررها بحيث ان البوفيه يكون الناحيتين بتوعه شبه بعض. وعندي هنا برضو ده فانوس. بس كله لو تلاحظوا الستايل اللي هو المشغول من الجنب ده عشان يبقوا ماشيين برضو مع بعض، وكله جولد وفنانيس. هشغل لكم بقى الاضاءه واوريكم كده الشكل ده كده شكله. وبصوا انا طافيه انوار البيت كله، فلو بعد الفطار شغلناه بس كده الشكل حلو، وفي كده روح الوان مش كله ذهبي بس. هنا عندي كرتونه انا عايزه اعمل يعني ليفلات كده وتبقى حاجات عاليه وحاجات واطيه، فانا ما عنديش ترابيزه بالشكل ده. طبعا عندكم ترابيزه اوكي، وهغطيها بس بحته من الخيش علشان طبعا مش عايزه يبان شكلها كرتونه. بس وانا مجرد غطيت الشكل. لو ما عندكوش خيش ممكن بخياميه باي حاجه عندكم. وطبعا اما نحط بقى عليها اللعب والزواق وقدامها فمش هيبان قوي الشكل ده.
هنا انا عايزه اعمل ده زي سور بلكونه كده، فدي انا كنت عاملاها السنه اللي فاتت. كانت عندي دي بتاعه تلاجة، يعني مش عارفه الفيل ده والله كان بتاع ايه، يعني حاجه كده بيجي مع الاجهزه الكهربائيه او ممكن كرتون بس، وغلفته بكرتون. بصوا شكله مضلع كده، فطالع شكله حلو قوي. وجبت عصايتين شيش طاووق وهبدا ان انا اعملهم فيها كده عشان يكون المنشر بتاع البلكونه. يعني انا هعمله بلكونه، وبحبال الخيش هبدأ اعديهم كده بينهم، اعمل حبال غسيل. هخلصها عشان بس الفيديو ما يطولش واوريكم الشكل. ده بقى شكل الكورنر بتاعي. بصوا حطيت هنا عربية الفول والشويلة الخيش بتاعتي، ودي البلكونة كنا عاملينها مع بعض السنة اللي فاتت. والقلل دي برضو كانت نازلة على القناة في اول الفيديوهات خالص، بس وعلقت كده هنا الستارة. وحبيت احط الهلال من وراها كده، يبقى يعني مدي شيب، هو فيه اضاءة يعني بينور، بس عشان طبعا نور الهلال والنجمة ده اكبر. فبصوا اهو. وهنا بقى حطيت بوفات كده بتاعة الخيامية برضو، والاشكال دي بصوا جميلة جدا، طبلة المسحراتي. ودي فوانيس نحاس عندي، بس مكنتش بطلعها السنين اللي فاتت، فحبيت اغير وطلعتها السنة دي. بصوا وعلى الحيطة دي حطيت بقى الفانوس ده والنجمة، شكلهم حلو قوي. وعلقت الستارة دي طايرة كده بحيث ان هي تدي يعني ابعاد شوية، حاجات تدي ليفلات، يعني حاجات بارزة شوية وحاجات كده، وبحيث اللي يقف يتصور يكون الديكور فيه ابعاد اكتر. وطبعا هنا برضو حطيت العربية اللي عملناها دي، بصوا جميلة جدا. وان شاء الله بقى اول رمضان هحط في الشويلة دي مكسرات واحط فيهم تمر، وهي ليها اضاءة برضو. السبحة دي واقعة، ودي السبحة عملناها برضو مع بعض. فبصوا طالع كده اغلبه في حاجات هاند ميد وشكله حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.